السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهديني واخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنخلي النهاردة شوية زيتون مع شوية ليمون، هنعملهم كده بالعصفر. وهنشوف كده هننقي الليمون هننقي الليمون اللي هو الكبير اللي هو الملحم الأصفر ده، ودول عبارة عن كيلو وربع زيتون من اللي هو الزيتون التفاحي. حاولي تنقيه من اللي هو الكبير الحلو ده. ومعانا كمية الليمونة اهيت، ده كيلو ونص ليمون. برضو هنخلي ممكن نحط شوية في البرطمان مع الزيتون، وهنخلي شوية لوحديهم. الحاجات بقى اللي هنحطها عليهم شوية شطة من اللي هي الحمرا الحراقة دي، والشطة من العادية او زي ما انت عايزة، بس لازم يكون عليه شوية شطة حراقة عشان يساعد على السوا. ومعانا نص كيلو ليمون عشان نتبل بيه الزيتون. اول حاجة هناخد الليمون، هنقيه بالشكل ده. بعد كده هناخده هنغسله غسلة حلوة كده، نطلع منه اي اتربة علشان نسلقه. لازم نسلقه كده الاول علشان يبقى مستوي معانا، ويبقى طعمه حلو يعني ومستوي، ما يتأخرش معانا في السوا. خلاص هناخده هنحط عليه شوية مية ونحطه على النار، نسيبه يتسلق كده 10 دقايق معانا. خلاص نفضل نقلبه كده لغاية لما يتفتح كده بالشكل ده. كده دخل في السوا، نسيبه كمان دقيقة واحدة. بعد كده بنطفي عليه النار وبنشيله وبنصفيه ونبرده، يعني ما نسيبوش اكتر من 10 دقايق كده على النار. خلاص بعد كده هنفتح الزيتون بعد ما غسلناه غسلة برضو نضيفة كده وحلوة. هنحاول نفتحه قبل ما نخلله على طول عشان ما يسودش معانا ولا يغمق، ولا هننقعه في ميه ولا اي حاجه. هنفتحه وهنخلله على طول. هنفتح بقى كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي، لازم تديله فتحه كده برضو عشان يفقد المراره ويستوي معانا على طول. خلاص الليمون برد معانا اهوت، هنحاول برضو نديله فتحه كده، نعمله زي 4 كده عشان نحط الحشوه فيه. ممكن نخرج منه البذر يكون افضل. هنفتح واحده تانية كمان اهي بالشكل ده، نخرج منه البذر ونحاول نخلص الكمية كلها. برضو لو عرفتي تتخلصي من البذر يبقى احلى. خلاص هنعصر بقى نص كيلو الليمون اللي معانا، هنجهزه كده في كوباية عشان نضيفه على الزيتون. طبعا الليمون ما بتحطش عليه ليمون معصور، الزيتون بس. ده عبارة عن لتر المية طبعا مغلي ومعقم وسبته برد. عاملين معايا 5 كوبايات من المية. وطبعا انا عايرت الرتل المية ده بالمج العادي اللي قدامكم بتاع الشاي العادي ده. كل كوباية مية عليها معلقة ملح من هو الملح الناعم، يعني 5 كوبايات مية عليهم 5 معالق ملح، ومعلقة سكر كبيرة، ونص معلقة ملح الليمون. انا بحب احط ملح الليمون زي مادة حافظة كده، هو والسكر على المخللات بيحافظ عليها فترة طويلة وما بيخليهاش تعمل ريم معانا. خلاص نقلب الكمية كده كلها، وبرضو بتخليه حدقه عالي شوية عن التملحة بتاعتك عشان يحافظ على الزيتون. وادي هرست الشطة اهيت انا فرمتها، ودي معلقتين كزبرة ناشفة، وعليهم 4 معالق عصفر. العصفر بخليه برضو لونه حلو، وعليهم معلقتين ملح. ما تخليش وده شوية حبة البركة، وما تخليش الزيتون بتاعك دلع عشان مش يطرى معاكي ولا لونه يتغير، لونه بيسود وبيتغير. خلاص هنحط التتبيلة دي للزيتون. هنعمل تتبيلة الليمون المعصفر، وعبارة عن شوية عصفر وحبة البركة بس ومعلقة ملح برضو. خلاص هنبتدي نحط في الليمونة اللي احنا فتحناها العصفر بالشكل ده. هنعمل شوية هنخليلهم لوحديهم، وشوية من غير عصفر هحطهم مع الزيتون، ياخدوا برضو من تمليحة الزيتون وطعم الزيتون، وبيدي طعم حلو للمخلل كده مع الزيتون انت مخرجاه كده في الطبق، ويبقى طعمه وشكله حلو. هنحشيها كده بالشكل ده، طريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة. اهم حاجة يبقى التمليحة بتاعتك صح. هنرصه في البرطمانات الازاز بعد ما عقمناها. طبعا البرطمان الازاز بيحافظ عليه احسن من البرطمان البلاستيك. هنحط شوية من التمليحة مع شوية شطة مع شوية زيتون، نحط شوية ليمون برضو كده من غير عصفر اهمت على شوية زيتون. ونحط شوية برضو من التتبيلة اللي احنا عملناها بالكزبرة وحبة البركة. نحاول بقى نرص البرطمان مع شوية التتبيلة. زيتون التفاحي ده ممكن تفتحي عليه بعد 15 يوم هتلاقيه استوى معاكي ان شاء الله. خلاص بنحط بقى المية اللي احنا ملحناها
وادي نص كمية الليمون عشان في برطمان زيتون تاني هعمله. نحاول نقلب الكمية كده ونحط التتبيلة على الوش برضو. وادي نص كوباية صغيرة خل وشوية زيت على الوش كده عشان يحفظوه. خلاص ده الزيتون كده هنقفله ونحط عليه الليمون اللي احنا عصرناه، قشر الليمون، ونحط برضو كيس ونقفله، هيبقى معانا بالشكل ده. هنخلي بقى بعد كده اللي هو الليمون هنحطه في برطمان لوحده، وطبعا مش هنحط عليه الميه اللي احنا سلقناها فيها عشان الليمون بيفقد فيها المراره. لو حطيتي عليه الميه بتاعته بيقعد معاكي فتره طويله ما بيستواش. انا جربتها العمليه دي مرتين. لازم تحط عليه ميه من اللي احنا غلينا لوحدها ومعقمه بالشكل ده، بيستوي بقى فيها على طول ما بيتاخرش لو انت عايزه تاكلي منه على طول يعني. ودي حبه من التتبيله اللي فيها العصفر بس كده، وشوية زيت، ونقفل عليه بقى بالليمون وقشر الليمون اللي احنا عصرناه قبل كده. وخلاص كده المخلل اللي بتاعنا خلص النهارده، الليمون والزيتون. هسيب لكم التتبيله في صندوق الوصف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا لحسن متابعتكم. سيبكم في رعايه الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.